بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مين فينا ما عندوش فخار او طاجن ممكن يكون فيه كسر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ وساعات بنزعل ونتضايق جدا وبعد كده نمسكه ونرميه او نتخلص منه. طب تعالوا اقولك على طريقه حلوه جدا سحريه فعلا بجد، كنز بالنسبه لك انت لو اتعلمتيها هتغير اسلوب حياتك تماما. بعد كده هتحاولي انت تحافظي على الحاجه دي، واي شرخ فيها او اي كسر ممكن انت تعالجيه بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله بمكون زي ما قلت لك رخيص جدا. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو المكون ده. بس قبل ما ابدا ما تنسينيش في لايك وكومنت واشتركي في القناه وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك ان شاء الله اشعار جديد بكل فيديو جديد احنا هنعمله ان شاء الله. يلا اقول لك دلوقتي حالا ايه هو المكون ده. بصوا كده، شوفوا معايا كده الشرخ في الطاجن عامل ازاي، واخد الجزء اللي هو الجانبي ده لحد تحت كمان، ومن غير تحت كمان، لا ده هو فيه جزء تاني برضو بالعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني يعتبر ان الطاجن بتاعي او الفخار بتاعي متدمر. هقولك الطريقه ازاي ان انت ممكن تعالجيه بيه، وهقولك دلوقتي حالا. بس اهم حاجه ما يكونش الطاجن طبعا فيه شرخ كبير او مقسوم جزئين، في الطريقه دي مش هينفع خالص. الطريقه بتاعتنا او المكون بتاعنا ايه هو؟ عباره عن بلحه العجوه او العجوه، بس ما يكونش فيه اي حاجه سوائل، يعني تكون عجوه بس صافي جدا. هبتدي اخد بلحه عندي، بصوا انا عجناها ازاي، وابتدي اخدها بصباعي كده واضيفها في المنتصف في النص في الجزء اللي هو فيه الشرخ ده او الفتحه اللي هي بتاعه الفخار، وابتدي اعمل حركات دائريه كده لحد لما احس ان هي كلها ابتدت تدخل جوه، يعني اخد وازق لجوه زي ما انتم مش شايفين كده، لحد ما احس ان الفراغ في النص ابتدى يتملي بمعجون العجوه بتاعي بالشكل ده من جوه ومن بره. هبتدي امليها كلها. وعلى فكره خدوا بالكم ان العجوه لما بتيجي تتحط مع الفخار، اول ما بتيجي تنشف بتحسيها ان هي كانها زي الفخار بالظبط. بصوا كده، انا حطيتها في قاع الفرن، انا مشغله الفرن عادي، بعمل الاكل عادي الطبيعي، وحطيتها في قاع الفرن وانا مشغله الفرن عادي. يعني حاجه مش هعملها ان هي ليها مخصوص، لا وانا شغاله في المطبخ عادي احطها في قاعده الفرن واسيبها، واسيب بقى الفرن لحد لما ابتدي ان انا اطفيها، لحد لما تبتدي تبرد معايا بالشكل ده، وبعد كده اطلع الفخار. بصوا شكله بقى عامل ازاي من بره. طبعا العجوه او بلح العجوه بتاعي ابتدى ان هو ينشف عليها من بره. ده عادي جدا، هو بيطلع بعد كده هبتدي ان انا اغسله وكل ده هيطلع من بره، بس هيفضل ايه؟ هيفضل الجزء اللي هو من جوه اللي هو بتاع العجوه في مكان الشرخ وخلاص، وسد المكان ده وخلاه يعني عامل عازل تماما عن السوائل، يعني مستحيل تحطيه على النار وتنزل منه السوائل بعد كده ابدا. وبالطريقه دي تكون انت عالجت الفخار بتاعك واستفدت منه كمان.